في موقع بناء كان في مدير بيمر على العمال، شاف 3 منهم بيكسروا حجارة صعبة جدا. راح للأول وسأله: بتعمل إيه؟ رد العامل بملل: بكسر الحجارة زي ما رئيسي طلب مني، مش بعمل حاجة تانية. راح للتاني وسأله نفس السؤال. العامل التاني ابتسم وهو بيشتغل وقال: أنا بقطع الحجارة دي عشان أعملها أشكال جميلة ومتناسقة زي قطعة فنية. ولما راح للتالت وسأله، العامل رفع راسه بفخر وهو بيقول: أنت مش شايف أنا ببني قصر عظيم؟ ال3 كانوا بيعملوا نفس الشغل، لكن كل واحد كانت ليه نظرة مختلفة تماما. الأول كان مجرد عبد للتعليمات، التاني كان فنان مبدع، أما التالت فكان صاحب حلم كبير. العبرة من الحكاية: طموحنا وإيماننا بنفسنا هو اللي بيحدد قيمة شغلنا في الحياة، ونظرتنا للهدف هي اللي بتشكل مصيرنا. لو القصة دي عجبتك صلي على النبي في التعليقات واعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.